قناة جبهة الأهلاوية في كل مكان من بقاع الأرض، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لا أنتصر من هذا اللايف مشاهدات ولا يحزنون ولا يحزنون، إنما هاخد يعني بضع دقايق في حاجة قلتها قبل كده يا حضرات ومحدش خد باله منها. فاكرين لما قلت لكم إن تركي الشيخ داخل النادي الأهلي وزيارة إلى النادي الأهلي، واتكلمت على إن فعلا في زيارة لتركي آل الشيخ في الوقت اللي كان موجود فيه في مصر للنادي الأهلي، بأنه يفاجئ الكابتن محمود الخطيب ويلعب على وتر سيف الاستحياء. وطبعا الكابتن محمود الخطيب من أحسن الناس اللي يعني مادام انت دخلت وسبقت حتى لو انت عدو ومديت ايدك هيمد ايده يعني. ولكن في ناس نصحوا تركي الشيخ ان هو ما يروحش دلوقتي. الناس دول هم بعض المسؤولين دول ما كانوش بيعملوا لمصلحة تركي ولا يعملوا لمصلحة الكابتن محمود الخطيب ولا مصلحة النادي الأهلي. ما فيهاش الكلام ده، بل بالعكس هو عاجبهم الوضع الكارثي اللي موجود، اللي هو من وجهة نظرهم ان تركي بيخدم القضية بتاعت ضد النادي الأهلي. بمعنى ان بطول ما تركي آل الشيخ ما فيش علاقة بينه وبين الكابتن محمود الخطيب والتشاحن موجود، ده يعتبر حاجة بتصب في مصلحة الأعدقاء اللي موجودين وعايزين يعني يعملوا الكلام ده ترند، او ان هم يعني يستخدموا ده، او ان هم يعني يوطدوا علاقتهم بترك، وهم بيقوموا بدور الشياطين بتاع الليل. طبعا انا بقول لك بكل مقاييس الكلام، إذا قيل الكلام إن قفشة قلبه طيب، قفشة كويس، قفشة محترم، قفشة ما عملش حاجة، قفشة كلام من هذا القبيل، الكلام برضو ينطبق على تركي الشيخ في حاجات معينة. إن الراجل انقلب عدو فعلا لأنه أهين وهو من أحد الركائز الأساسية داخل المملكة العربية السعودية من جماهير النادي الأهلي. فطبيعي لازم يكون الوضع كده، طبيعي لازم يكون الوضع ينقلب ويبقى يعني حالة من حالات أخذ الحق. إنما في الفترة الأخيرة مع الاستثمارات السعودية ومع الاستثمارات الإماراتية، الصراع اللي اتعمل بين الاتنين في إن ده مش عايز ياخد كل حاجة والتاني مش عايزه ياخد كل حاجة. عشان كده في صراع دائم موجود بيخدم المنطقة وبيخدم مصر في ان يبقى فيه استثمارات موجودة، سواء كان سعودية او سواء كان اماراتية، بغض النظر بقى ايه اللي بيحصل فيها احنا ما نعرفش. المهم ان دي حاجة تخدم البلد بالفعل. انت بتحبني وعايز نستمر والفيديو يتحط على المنصات، حتى لو انت بتكرهني يبقى اعمل لايك او اعمل ديسلايك، يعني الاتنين حلوين. انا اللي بقول لك بجد والله، اعتراف اليوتيوب باللايك والديسلايك على انه تفاعل في حد ذاته مهم جدا عشان يطرح الفيديو على المنصات ويدخل ناس، خاصة ان جماهيري هي جماهير صد رد وجماهير ابو مروان وجماهير كل الناس اللي موجودين دلوقتي من اعلام النادي الاهلي عاملين قنوات يوتيوب، هم جماهير واحده كلها. لما نيجي نقسم الجماهير دي على بعض، فاتنين يخشوا هنا، 5 يخشوا هنا، 10 يخشوا هنا، لا انت بقى من اول ثانيه بتدخل فيها بيطرح الفيديو على المنصات. انا مش مستعجل ولا محتاج من الفيديو ده اي حاجه، عشان كده العنوان المراوغ اللي انا كتبته ده هيخلي الناس كلها تقول الراجل ده بيهبد، الراجل ده فسيبك منه خالص. انما الكلام اللي انا بقول لك عليه ده حقيقي يا حضرات، مش مسؤولين تدخلوا ولا كلام من هذا القبيل، لا. الدولة كلها بترمي الآن إلى إزالة التشاحن ما بين الرموز، بمعنى إن الناس دي كلها عايزين إن الاستثمارات كلها تمشي في سياقها دون عبث بيئة من خلال تشاحن بعض الشخوص أو الرموز لكل دولة من الدول اللي موجودة. ده جزء من الأجزاء. عشان كده الاتصال بالكابتن محمود الخطيب من 3 أسابيع إن الموضوع بتاع الشيبي يكاد يكون منتهي، وإن تركي الشيخ هيتدخل وهيحل المشكلة دي خالص. لكن يفاجأ القضاء المصري بأن هو يحبس حسين الشحات مع إيقاف التنفيذ. حكم صدر
حكم صدر واتحاد الكرة يروح ضارب ضربته، ويروح كمان موقف الشيبي يضرب الطوبة في المعطوبة، ويوقف أي حاجة بتتعمل عشان الصلح والتصالح. عشان كده أنا بقول لك إن المنافسة دلوقتي بقت من خلال شخوص صغيرة بتؤثر على الشخوص الكبيرة في وسط وسيناريو مبتذل لازم يتشال كل هذا التشاحن من خلال مسؤولين الدولة الحقيقيين يا حضرات. سيبك من التانيين دول اللي هم زملكاوية دول، ودول مصلحتهم في كل شيء. عشان كده انا بقول لك ان بالفعل طلب من الكابتن محمود الخطيب ازالة التشاحن ما بينه وما بين تركي الشيخ، الذي قال الكابتن محمود الخطيب انه ليس هناك تشاحن وليس هناك اي عداء وليس هناك اي شيء من خلاله. طب تقبل بان هو يزورك داخل النادي؟ هيزورني بسبب ايه؟ اولا انا الكابتن محمود الخطيب انا يعني مش مسؤول على ردة فعل جماهير النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب لا، انت تقدر تسيطر على جماهير النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب انا اقدر اسيطر على انفعالاتي، لكن انفعالات الجماهير دائما وابدا هي اللي يعني المطلق بتاعها محدش يقدر يحجمها. فانا مفيش مشكله. طيب خلاص مفيش مشكله، احنا بنعمل الزياره موجوده يعني من غير علن، ان مثلا هيدخل وبعد كده هيزور ويخش يزور بعض المناطق وحاجات من هذا القبيل، وتبقى مائده مستديره وحاجات كده بتتعمل. طب هل ده هيزيل التشاحن ما بين ترك والكابتن محمود الخطيب، ان هو يزور الكابتن محمود الخطيب وانه يقعد مع الكابتن محمود الخطيب، ولا انه هو يعني يعمل صلح ما بين الشيبي والشحات في هذا التوقيت، او انه هو يحاول يعمل اي لقطة تخلي جماهير النادي الاهلي كلها ترضى عنه بالفعل بعد ما قام بسب الرمز الكبير جدا الكابتن محمود الخطيب عن طريق المعزول في معروفة يعني ما قدتش بقى فيها كلام، ولا ايه بالظبط؟ قال لك في الايام المقبله المهم ان احنا نزعنا من الكابتن محمود الخطيب موافقته، انما النادي نادي الجميع ليس نادي الكابتن محمود الخطيب، وليه الحق في انه يدخل في اي وقت، وان القانون واللائحه يعني ما فيهاش حاجه اسمها يعني قبول استقالة شخص لعضوية أو لرئاسة شرفية داخل النادي، لأن دي رئاسة شرفية بالفعل ما فيهاش إزالة ولا فيها كلام ده. حتى الكلام اللي اتقال إن ما عادش فيه موافقة على موضوع إن هو يعني مش الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ولكن دي كلها حاجات بتبقى ضمنية ملهاش أي لازمة في اللازمة. في زيارة في محاولة للصلح، المغزى بتاعها سياسي ولا اقتصادي ولا رياضي ولا اجتماعي، والله ما اعرف اي شيء، ولكن انا قلت لك اللي عندي وليك الحق في انك انت تتكلم خالص بتاتا. اضرب اللايك يا سيد. لو ترجع للحفلة الكبيرة جدا التي دعي فيها اكثر من 500 شخصية بارزة ما بين سياسي واقتصادي وعلمي واجتماعي، وما بين وزير وما بين مساعد وزير وما بين مدير امن سابق وما بين يعني رتب كبيره جدا في الجيش وما بين قضاه موجودين، شخصيات عالميه وادبيه على اعلى مستوى، الكل موجود. زائد ان الدعوه لوزير الشباب والرياضه كانت دعوه من النادي الاهلي ليس اجبار ابدا. يعني ايه يا عمي؟ يعني وزير الشباب والرياضه غصب عنه؟ لا، وزير الشباب والرياضه ممثلا عن الدوله. انت خدت بالك؟ وزير الشباب والرياضه ممثلا عن الدوله في دعوه الدوله. انت واخد بالك انت ولا مش واخد بالك؟ امال الناس الرموز دي كلهم سابقين، وإنما اللي موجودين في الوزارة بالفعل كلهم ممثلين للدولة، وإنما المتخصص كممثل للدولة موجود هو وزير الشباب والرياضة. عايز تقول إيه؟ يا عم حاتم؟ طب اشوف اللايك قدامي واشوف المشاهدات توصل لحد 300 واحد عشان يبقى حاجه مقنعه. اقول لك حضرات وانت بتشمشم كده وتبص وعدسات التلفزيون والكاميرات بتاع كل القنوات وقناه النادي الاهلي، ما لاحظتش حاجه؟ انت لاحظتش حاجه؟ انت ما لاحظتش حاجه طبعا. ولا واحد كان موجود من اتحاد الكوره. طب ده ينفع؟
طيب مين السبب؟ أن الكابتن محمود الخطيب لم يوجه الدعوة إلى علام وإلى اتحاد الكرة. خلي بالك، ده حط تحتيها مليون خط. أنتم مهمشين، أنتم ليس لكم أي اعتبار جوانا، نحن بعيدون كل البعد عنكم. أنتم لا تمثلوا الكرة المصرية، إنما أنتم عار على الكرة المصرية، ولم تشرفوا الكرة المصرية في أي منتدى من منتديات الدولة أو الخاصة. كابتن محمود الخطيب لم يوجه الدعوة إلى علام، لم يوجه الدعوة إلى اتحاد الكرة، لا من قريب ولا من بعيد. ولولا أن للكابتن محمود الخطيب عدم الاختيار، عدم انه ملوش حق الاختيار في انه يقول انا عايز مين ولا مش عايز مين، انما ممثل الدولة للكرة المصرية وللمنظومة الرياضية كلها هو وزير الشباب والرياضة. اذا ان اتى وزير الشباب والرياضة تحت التهميش. يعني ايه؟ يعني التنين مع بعض وحياة رب العباد. انا بقول لك حاجة، انا بقول لك حاجه انت مش واخد بالك. ما رضيتش احطها عنوان. عارف لو حطيتها عنوان كان ايه اللي هيحصل؟ كان الذباب الالكتروني، يا عم اسمها ذباب، الذباب الالكتروني، وكان كل الجروبات المحمله تحت ايد الوزير وتحت ايد الغفير واتحاد الكره اللي بيمشوا وهم جيوشهم من خلفهم ومن يعني على اجنابهم ومن امامهم، والله في حمايه هؤلاء يا ساده. والله يعني شتمتني حبه هشتمك حبه تاني، هشتمك هتشتمك حاجه. فانت ما تخرجش من عندي ده انت تقول لي شابوه شابوه يا عم، واضرب اللايك المتين. الكابتن محمود الخطيب لم يوجه الدعوة إلى علام ولم يوجه الدعوة إلى اتحاد الكرة، لا كمان بيعمي كل المخاليق اللي هي بيطلعوا يشيدوا بدور اتحاد الكرة. والله الناس دي الناس دي المخنفسة اللي هم ايه حضرات، اللي بيطلعوا يقول لك ايه اتحاد الكرة المصري الذي انجز واستطاع بالفعل ان يحقق انجازات غير مسبوقة، وهي الانجازات كلها هي ايه؟ هي ان هم بيسافروا رايحين جايين مع المنتخب، ان هم بياخدوا اللقطة كراتين عسل ماشي، وهم المتسببين فيها مش حسام حسن. محدش يتكلم على حسام حسن والله في هذا الموضوع، ولا هم اساسا مناورين لده. لا، الموضوع خرج من ايديهم خالص، خرج من ايديهم وبصوا وفوجئوا بان بتاع شركات العسل موجودين. يطلع واحد يقول لك ايه ده، واحد اتصلوا عليهم وعلام اتصل بقى ازاي يا حسام توافق على ازاي ده؟ انت واخد بالك؟ للاسف الناس اللي انا بتكلم عليه ناس محترمه، ناس محترمه وعلى قنوات يوتيوب عندهم من المشاهدات وبيطلعوا على القنوات كلها واحنا بنسمعهم وبنحبهم، لكن بيقع في الموضوع ده لمجرد ان واحد بيبعت له على الواتس يعني ايه الموضوع، فيقعد يمسك ونسي ان هو يعني بيتكلم يعني في حاجة غير منطقية بالمرة. يعني ايه غير منطقية بالمرة؟ يعني حسام حسن والمعسكر داخلين وهو اسمائهم موجودين في القائمة بتاعت الناس النزلاء، بس هو ده حسام حسن. لكن حسام حسن بيرعى ولا حسام حسن بيدخل حد ولا حسام حسن بيقدر؟ لا. يعني ايه بقى يا عم انت طالع تقول لي ان فعلا خناقه كبيره جدا وان الدنيا كلها يعني وان علام بيتآمر على حسام حسن وحطه في وضعه بيتهمه بانه واخد كرتونتين، وان انت ازاي بتدخل يا حسام؟ هو اللي بيقول ازاي بتدخل يا حسام دول المعسكر. انت معسكر ايه يا ابني وانت عامل خيم؟ معسكر ايه يا ابني؟ هم عاملين خيم يا ابني بره، عاملين خيم كده معسكرات الكشافه. ده جوه فندق يا عم، يا عم ده جوه فندق، واخدين جناح مثلا جناحين 3 أجنحة، بس بينزلوا بأسانسير واحد وبيطلعوا بأسانسير واحد وبيخشوا فرادها واحدة وبيقفوا فرادها واحدة. ايوه، ما فيش ساحة كبار الزوار داخل الفندق الماريوت ولا غير الماريوت. فانا بستغرب من الناس اللي بيطلعوا يقول لك الكلام ده، والله حاجة في منتهى الغرابة. ايه ولا نادي هيوصل. فانا بتكلم في حاجه زي كده، بلاش يا حضرات حتى تسوفوا على عقولكم. بالفعل الكابتن محمود الخطيب لم يوجه الدعوه الى علام، وانا من المفروض بقولها كلمتين. يعني ايه؟ يعني الكابتن محمود الخطيب بيجيب 500 رمز
500 رمز، وبيجي عند الرمز الكروي اللي هو اتحاد الكرة وما يجيبوش. او الناس اللي بتسمعنا دلوقتي زي اي حد هيطلع بالكلام ده، ها، بالله عليكم اللي هيطلع بالكلام ده في اي حته ويقول لك ايوه احنا ما اكتشفناش ده ازاي، ده وربنا، ده ربنا خلاك اصلا انت ما بتفكرش. هو مش اكتشاف ولا اكتشفته، انا ما اكتشفتوش، ده جاي لي الخبر من مصدر رهيب ان هو كابتن محمود الخطيب ما دعاش علام ولا اي من يعني اتحاد الكره. يعني هنقول مثلا ما دعاش علام، طب يجي حد من اتحاد الكره، طب حد يقول يا ابو الوفا، ابو الوفا، ابو الوفا، طيب يا عمي يعني هنقول زاحم امام، اسمه حازم امام، حازم امام ما يجي مثلا، يعني عيب، عيب. لا طب اي حد طب من اتحاد الكره، برندالي، برندالي وانت اهلاوي، لكن للاسف الكابتن محمود الخطيب ما دعاش اي من اتحاد الكره ووجه لهم ضربة ألم أكبر من ألم الشيبي، لأن هم فكروا إن هم كده ضربوا الكابتن محمود الخطيب ألم عوضا عن ألم الشحات، ولكن الكابتن محمود الخطيب ضربهم في هذا الموضوع ألمين، وألم على الوش وألم على القفا، وتلاقيهم دلوقتي يعني مش عارفين يحولوا الموضوع للجنة الانضباط ولا يحولوا الموضوع على فين. وأنا جد آسف جدا إن أنا يعني طولت عليكم، ولكن انا مخنوق شأن اي حد ما مخنوق منكم. اقسمت عليكم بالله ما حد يخرج من عندي غير لما يضرب اللايك، وكمان اللي ما اشتركش يشترك، وكمان اللي ما اشتركش يشترك. خلي بالك انا كنت 182 دلوقتي 183 واثنين راحوا سحبوا اللايك وراحوا داسوا على الديسلايك. والله يا عمي احسن لك تطلع من الاثنين، انت كده بتخدمني وبتتفاعل. تفاعل يا عم، تفاعل يا عم. شكرا لحضراتكم، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.